يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً جديداً مساء غد الثلاثاء حينما يستضيف نظيره العين الإماراتي على ملعب القاهرة الدولي ببطولة كأس الانتركونتيننتال 2025 المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أمام العين الإماراتي الذي يقوده فنياً الأرجنتيني هيرنان كريسبو في مواجهة فنية ساخنة من خارج الخطوط. ويصعد الفائز من المواجهة العربية بين الأهلي والعين إلى دور كأس التحدي لملاقاة الفائز من ديربي الأمريكتين بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال. وتعيد مباراة الأهلي والعين إلى الأذهان للجماهير بطولة الأفرو أسيوية والتي حصل عليها المارد الأحمر مرة واحدة أمام طوكيو فيردي الياباني نسخة 1988. وتحظى هذه المواجهة بأهمية كبرى من الجماهير العربية خاصة بعد نفاذ تذاكر اللقاء في أقل من 24 ساعة من طرحها والإقبال الكبير للجماهير الأهلاوية التي ستحتشد بملعب القاهرة الدولي. ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه بلقب السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك الخميس الماضي في أبو ظبي، في حين يسعى العين الإماراتي إلى مصالحة جماهيره أمام المارد الأحمر بعد النتائج السلبية التي عانى منها الفريق سواء على الصعيد المحلي أو الأسيوي. ويخطط كولر الذي انفرد بالمركز الثالث في قائمة أكثر مدربي الأهلي تتويجا بالألقاب عبر تاريخه لاجتياز عقبة العين والذهاب بعيدا في البطولة العالمية وحلم مواجهة ريال مدريد في النهائي. ويتسلح كولر بسجل الأهلي التاريخي أمام الأندية الإماراتية حيث فاز الأحمر في مرتين وتعادل في مثلهما من أصل 4 مواجهات. وفي الوقت ذاته ستكون المواجهة هي الأولى تاريخيا بين الأهلي والعين حيث لم يتقابلا مطلقا قبل مواجهة الثلاثاء. وخاض الأهلي تحت قيادة كولر 128 مباراة رسمية، فاز في 91 منهم وتعادل في 23 وخسر في 14 مواجهة، في حين قاد كريسبو 45 مباراة للعين انتصر في 23 وتعادل في 6 ونال 16 هزيمة. مهام خاصة للدفاع الأحمر لإحكام السيطرة على سفيان رحيمي ورفاقه من لاعبي الهجوم العناوي، في حين يواجه حسين الشحات فريقه السابق الذي توهج معه على مدار أكثر من موسم وبالأخص في كأس العالم للأندية 2018. الأهلي والعين قمة عربية خارج التوقعات بثوب عالمي يحتضنها ملعب القاهرة، فلمن ستكون الغلبة؟